شنو صاير؟ ليش زعلان؟ شلون نقدر نستخدم اصطلاح الزعلان باللغة الفارسية؟ خليك وياي. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. نريد نستخدم اصطلاح الزعلان بالفارسي. هو فعل الزعل بالفارسي يصير قهر او ناراحتي، يعني نستخدم اصطلاحات او افعال اثنين الى قهر او ناراحتي. خلينا نشوف بعض الامثله سوا. مثلا اريد اقول اني زعلان، يصير من ناراحتم، من ناراحتم، او من قهر کردم، من قهر کردم، اني زعلان. او مثلا اريد اقول انت ليش زعلان او انت ليش زعلانه، يصير چرا ناراحتي، چرا ناراحتي، انت ليش زعلان او انت ليش زعلانه، چرا ناراحتي. او مثلا اريد اقول زعلان من شي، زعلان من شي، زعلان من شي، صاير شي، زعلان من شي، از چیزی ناراحتی، از چیزی ناراحتی، يعني زعلان من شيء، از چیزی ناراحتی. تمام، ممتاز. بهذا الفيديو تعلمنا اصطلاح جديد اللي هو زعلان او مقهور. نقدر نستخدم ذني زعلان والمقهور اللي يصير ناراحت او قهر كارده، ناراحت او قهر كارده يعني زعلان او زعلانه. ورا ما سويتوا لايك وسيف لهذا الفيديو كتبوا لي بالتعليقات ترجمون هاي الجملة باللغة الفارسية. هو ليش زعلان؟ هو ليش زعلان؟ ترجموا لي اياها بالفارسي. مواظبة، خذت باش، خذ انا قاعد